بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي واخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام واحسن حال يا رب. معلش امبارح انا اسف البث قطع غصب عنا، نظر ان حد ضربه ولا حاجة يجيله شكة في ايده اللي ضربه. معلش بس احنا قلنا الكلام المفيد وقلنا الكلام اللي كان ضروري يتقال، وقلنا طبعا ان احنا كلنا مصرية وربنا يبارك فيها ويحفظها وان شاء الله ترجع بألف سلامة. انما النهاردة انا عايز اتكلم معاكم في موضوع تاني، وهو الموضوع التشهير بالناس، وإنك تكون يعني عامل إنك بتحب واحد ودوت حبيبك قدام الناس، وفي ظهره ومن وراه عاوز تكره الدنيا كلها فيه، وبتحاول بكل الطرق تكره الناس فيه. في أي مكان في الشغل أو في أي مكان ممكن تقابل الشخصيات اللي هي بتبقى الشخصيات اللي هي المنافقة دي، بتبقى شخصيات بتضحك في وشك وتقابلك يا باشا ويا حبيبي وازيك وعامل ايه، ومن وراك طبعا تتكلم وتقول ما بقى بصوا ما تخليش ده فيه وفيه 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 وفيه، ويألف من عنده ويجيب ناس تقعد تألف معاه. طب هل يا ترى اللي بيعمل حاجة زي كده بيعملها ليه؟ بيبقى حاسس إن الشخص ده مثلا أحسن منه، أعلى منه في حاجة، شخصيته قوية عليه مثلا، وما بيقدرش يواجه وجها لوجه، فبالتالي بيبدأ يشوه سمعته ويشوه في صورته من ورا ظهره. ولا ده بيبقى مرض نفسي عند الإنسان دوت، بيبقى كاره الناس وطالع بنفاق بوش تاني غير الوش الحقيقي. فأنا بستغرب للشخصيات اللي بالطريقة دي، الشخصيات المنافقة. وممكن أغلبية الناس اللي بتلاقوها بالطريقة دي، مع احترامي لكل الناس يعني، سواء ممكن تقابله في الشغل أو تقابله في الشارع أو تقابله في أي مكان، ممكن يكون واخد يعني الدين ستار ليه، أو ممكن يكون واخد أي حاجة ستار ليه. بس ده أنت بتشوه سمعة ناس وبتشوه أشخاص. أنت يعني أنت قدامه بتبقى ما بتقدرش تتكلم، لكن بتتكلم من وراه سواء بأسلوب مباشر أو بأسلوب غير مباشر علشان تشوه سمعته وتشوه صورته. فأعتقد يعني يا جماعة إن دوت أسلوب يعني ممكن نسميه خسة، قلة أصل، ممكن نسميه نقص زيادة في البني آدم. أو ممكن يكون عشان أنا عارف واحد كويس، أو أنا مثلا أقول لكم أبسطها لكم، أنا مثلا قريب عند المدير بتاعي عن أي حد تاني، على أكيد الزميل التاني عاوز يتقرب للمدير التاني، فيروح يقول له ده محمد بيقول كذا ومحمد بيقول كذا، فيحاول يوقع بينا وبين بعض عشان هو يوصل ويقعد مكاننا. فهي الناس بالطريقة دي بتحاول تكره ناس بتبقى عشرة عمرنا معاها، وعمرنا ما شفنا منهم حاجة وحشة ولا شافوا مننا حاجة وحشة، بس بيجوا أهل السوء بيدخلوا بالفتن ويدخلوا بالكذب ويدخلوا وتلاقوهم هما بيكذبوا وبيتكلموا تملي يقولوا لك الكلام ده سر بيني وبينك، الكلام ده محدش يعرفه، الكلام ده أنا بفضفض لك بس أنا ما أقصدش حاجة. يعني تلقى فيه إيه، في أسلوب معين لطريقة الكلام، إنها تقعد تاكل في لحم حد أو يقعد ياكل في لحم صديق ليه أو أخ أو جوز أخت أو أي حد، بكلام باطل وكلام فاضي. وفي نفس الوقت تلاقيه يقول لك الكلام ده بيني وبينك،
محدش يعرفه. ده أنا بس عشان ارتحت لك فبفضفض معاك، وهكذا. ممكن الكلام يمشي مذكر وممكن يمشي مؤنث، بس هو المبدأ واحد. المبدأ واحد عامة. الخسيس هيفضل طول عمره خسيس، والناس كلها بتشهد عليه وعارفاه، سواء في الشغل أو بره الشغل. بيبقى معروف كده ومنبوذ. يا شوفوا منافق، شوفوا المنافق طلع يجري على الجامع ولسه واقف معايا قايل علي على فلان كذا وكذا 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 وكذا. انت رايح تقضي فرض ربنا قبل الجامع، تقف تنم في فلان وتتكلم على فلان وتتكلم على علان وتتكلم على ده وتكره ده في ده. طب هيستفيد ايه الطرف ده؟ هياخد رتبة زيادة؟ هيكسب حد يعني؟ واو. طب يعني ده انت حتى يعني عارف يعني اللي بيطلع يا جماعة يتكلم على الملأ ده ويفضفض ويزعق ويعمل، ده أغلبيتهم بيبقى ضميرهم سليم، اللي عنده بيعرفه للي قدامه. لكن أوحش البشر وأوسخ البشر اللي هو بيبقى خبيث، اللي تلاقيه بيضحك ضحكة صفرة وكلام أصفر زي ضحكته، ومن ورا في الظهر بيقعد يتكلم عليك بأوسخ الألفاظ وأوسخ الكلام. ده كله عشان يكسب حد على حساب حد. زي ما قلت لكم، ممكن واحد زميلك في الشغل عايز يكسب المدير بتاعك، فيقعد يدم فيك انت ويقول ده انت فيك وفيك. فالظاهرة دي بقت يعني الواحد بقى شايفها كتير الأيام دي، ظاهرة النفاق ومفيش مبدأ. يعني مفيش مبدأ، مفيش حد ماشي يعني، مفيش حد ماشي على مبدأ. زي ما تحسوا كده تقولوا ايه، الناس بقت بتحب اللي يهزقها مثلا، مش عارف. النفاق هنا بضحك هنا، وبعد ما يمشي شخص ده انت مش عارف ايه، يقابلك ياخدك بالحضن يا حبيبي وابن حبيبي وبتاع، وبعد ما تمشي يا ساتر ده انت ايه ده يا اخي ده انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا. طب ما تقوله في وشه لو انت راجل، لو انت جدع. فهو ده يا جماعة اللي احنا بنقول عليه النفاق. النفاق والرياء، هل هو غيرة أم هو مرض؟ هل هو حسد أم هو يعني محدش عارف الحقد ده بيجي منين. طريقة الكلام بتاعتهم تملي تلاقوها مسهوكة كده بحنية، بيحاول يخطف اللي قدامه. وممكن الكلام ما يبقاش مباشر، يعني ممكن تلاقي مثلا بيقعد يتكلم مع الناس عادي ويحكي حكاية، بس هو من جواه بيلقح على حد معين. وممكن يكون الحد المعين ده مثلا أنضف منه ومن اللي جابه ومن أهله ومن الدنيا كلها، بس هو عشان شايفه أحسن منه شوية فبيحاول يشوه سمعته. فإحنا يا جماعة مش هنقدر نقول على ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شر النفاق والمنافقين ويبعدهم عنا وعنكم وعن كل السامعين يا رب العالمين. وسبحانك يا رب يعني بيتعرفوا، الضحكة الصفرة بتتعرف، والضحكة اللي من القلب بتتعرف، طريقة الكلام اللي بيتمثل بيها بتعرف، طريقة الكلام اللي طالعة بتلقائية وطبيعية بتتعرف. فالحمد لله رب العالمين. احنا دايما عايشين بنقول الحمد لله على كل نعم ربنا علينا. الحمد لله رب العالمين، وحامدين ربنا وشاكرين فضله. وربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في أولادنا وفي أولادكم. والحمد لله على كل حال، وكل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب، والحمد لله على كل حال. يلا يا جماعة، ده كان فيديو خفيف معاكم النهاردة،
واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي او بس قريب. متنساش كلكم كلنا مصرية، ربنا سبحانه وتعالى يرجعها علينا بالسلامة وكل خير ان شاء الله. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.